خناقة علمية من العيار التقيل اشتعلت بين علماء الآثار بسبب ادعاءات عن وجود مدينة ضخمة مخفية تحت الأهرامات المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب، يا رب تكونوا بخير. فريق بحث ايطالي بقيادة البروفيسور كورادو مالانجا من جامعة بيزا بيقول انهم اثناء دراستهم عن الاهرامات المصرية بتقنيات رادارية اكتشفوا وجود هياكل ضخمة تحت الاهرامات المصرية، وان احتمال كبير ده يكون مدينة تانية محدش يعرف عنها حاجة موجودة تحت الاهرامات. تخيل يطلع بعد كل السنين ده ان في مدينة محدش يعرف عنها حاجة موجودة تحت الاهرامات. بس عشان نعرف الحوار ده حقيقي ولا مش حقيقي لازم نفهم الحوار ماشي ازاي. بص، فريق البحث ده اللي هو بقيادة البروفيسور مالانجا اطلقوا حاجة اسمها مشروع خفرع. المشروع ده بيدرس فيه هرم خفرع اللي موجود في الجيزة بتقنيات رادارية. فلما عملوا الصور الرادارية دي بناء على الحاجات اللي طلعت لهم لقوا ان موجود 5 غرف داخل الهرم. الغرف دي متصلة ببعض عن طريق ممرات، وواحدة منهم كان فيها تابوت اللي هو باعتباره ان ده مقبرة الفرعون او الملك يعني. بس الاهم بقى ان بيقولوا ان الغرف دي متصلة بممرات تانية تنزلك لهياكل عمودية ضخمة ضخمة تحت الارض. الفريق قالوا انهم رصدوا 8 عواميد ضخمه، كل 4 عواميد مرتكزين على مكعب مساحته 80 في 80، وبيقولوا ان دي ممكن تكون ابار او ممرات عملاقه وطولها بيمتد لحد 2000 قدم تحت الارض، ده ما يقارب اكتر من 600 متر مثلا، وبيغطي مساحه ممكن توصل ل 1980 متر مربع. بص، التكنولوجيا اللي استخدموها دي هي تقنيه الاس اي ار اللي حولت الاشارات الكهرومغناطيسيه الى فونونيك داتا، اللي سمحت ليهم بإنشاء صورة تقريبية للبنية التحتية المخفية تحت الأهرامات. بعد كده استخدموا البيانات دي عشان يعملوا نموذج 3D يوضح بقى فيه الهياكل والمخططات اللي تحت الارض دي. والبروفيسور مالانج قال ان احنا لو دققنا واكتشفنا الحاجات اللي تحت الاهرامات دي هتلاقيها ان هي مش غرف بس، دي ممكن تكون مدينة كاملة. لا، وكمان بيقولوا ان ممكن تكون قاعة السجلات جزء من المدينة دي. واللي مش عارف ايه هي قاعة السجلات، هي قاعة اسطورية المفروض ان هو بيحتوي على كل الاسرار بتاع الحضارة المصرية القديمة غالبا، ولو اكتشفوها هيكتشفوا حاجات كتير عن المصريين القدماء. وفي اللي بيقول ان الاهرامات دي ممكن تكون مصانع عملاقة للطاقة. بس الغريب هنا ان قبل ما الفريق ده يكتشف الحاجات دي طلعت مايا صبحي من كذا سنة فاتوا واتكلمت عن الاكتشاف ده بالتحديد، وقالت في بداية كلامها ان في جماعات سرية بتستخدم تعليم الكبالة، والكبالة دي هي نوع من التصوف اليهودي. بيقولوا ان العالم مليان اسرار مخفية ممكن نفهمها لو عرفنا الرموز الصحيحة، ولو فهمناها ممكن نتحكم في الطاقة الكونية كلها وهيتحكموا في البشر. وكمان قالت ان الجماعات السرية دي بتستخدم علوم وتعاليم شيطانية عشان تفتح بوابات وتستجلب عن طريقها قوة شيطانية. والهرم بيقع عنده أكبر وأهم بوابة نجمية في العالم كله. فإيه اللي هيحصل لو وقع تحت إيد الجماعات دي الطاقة دي؟ المهم كملت مايا صبحي كلامها واتكلمت عن كريستالات أطلانتس، وقالت إن الأهرامات دي مولدات طاقة كبيرة، والكريستالات دي بتستخدم في امتصاص الطاقة دي وتتفاعل مع الطاقة الكهرومغناطيسية والكهرباء، ومن خلالها تقدر تفتح البوابات النجمية. والبوابات النجمية دي هي عبارة عن اختصارات أو ثقوب كده بتبقى موجودة في الكون، تقدر تختصر الزمكان وتوصلك لأبعاد بعيدة جدا. وكملت مايا صبحي كلامها وقالت إن الأهرامات مش بس مولدات طاقة، لأ دي كمان محطات اتصال كونية بتعمل بطاقات خفية تانية. وكبرت الموضوع جدا بس هو شكله كبير فعلا. بس الأغرب كمان إن ليلى عبد اللطيف طلعت برضو من فترة وتنبأت بالموضوع ده برضو. سيتم اكتشاف مثير تحت أحد الإهرامات المصرية، وسنرى زحمة علماء أثار أجانب وعرب يتوافدون إلى الأهرامات المصرية لتسجيل الحدث. الواحد دلوقتي دماغه هتروح يمين وشمال وهتقعد تفكر طب ازاي ده حصل، وازاي يتكلموا عنه، وازاي اكتشفوه دلوقتي، واشمعنى دلوقتي. طب والحاجات اللي انا كنت عارفها وعارف ان الاهرامات دي مثلا مقابر بس ملوك، والحضارات والتاريخ بتاعنا وكل الليلة دي جت دلوقتي، ويكتشفوا ان كل ده اصلا كان كده او كل ده اصلا مش هو الحقيقي. ودكتور مصطفى محمود برضو طلع من كام سنة وقال ان الاهرامات دي محطات طاقة. يعني كده غالبا كل التاريخ اللي انت اخدته وفهمته عن الاهرامات وعن حضارتك بنسبة كبيرة كله غلط.
الموضوع طلع اكبر بكتير من انه دول شوية مقابر وبس، وحتت بيتدفنوا فيها الملوك والحاجات دي. ده غير الحاجات اللي بتحصل ملهاش تفسير، زي ان انت لو حطيت اكل جوه مثلا الهرم مش بيبوظ، ولو حطيت موس حلاقة مثلا بايظ بيرجع كأنه لسه جديد، وحاجات كتير كتير. وزي ان الاهرامات مثلا في وسط الكرة الأرضية بالظبط بين السبع قارات. ففعلا الموضوع شكله مش بس مقابر، وموضوع وراه حاجات كتير لسه هتكتشف قدام. بس عامة كل دي لسه دراسات وما فيش حاجة اتأكدوا منها، ولسه مستنيين اللي جاي.